ما هو في 100 حاجة قدامك يا بنتي، حلي الرز دلوقتي. ماليش دعوه يا ماما، انا عاوزه رز. ايه جرى ايه يا سوسن؟ هو ده برضو الكلام اللي اتفقنا عليه؟ مش حضرتك قلت لي اسبوع واحد ويجي الرز؟ ايوه قلت، لكن افرض ان الاسبوع ده زاد يوم مثلا ولا 2، خلاص الدنيا هتخرب. لا مش هتخرب. انا فاكر انك كبيره وعاقله. انت مش كنت عايزه تصومي رمضان السنه دي؟ ايوه. هتصومي ازاي بقى وانت مش قادره تقعدي كام يوم من غير حاجه واحده وعندك 100 حاجه غيرها؟ خلاص يا بابا حاسبه. اهو انت دلوقتي حبوبه بابا بصحيح. هو ده اللي نام حبيبه بابا ورقها نشفان على معلقه رز. يوه كلها يومين ولا 3 ولا ايش اللي يشيله عشان ابليس في الجنه. هو فيه احسن من اللي حاجته تحت ايده؟ منين ما يعوز يلاقي. تعالي يا حبيبتي، تعالي وانا اعمل لك رز عندي. ما اقدرش يا تيتا. ليه؟ انضمتي انت اخرى لجمعيه المضربين؟ ما هو لو كنت انضمت لنا انت كمان يا حماتي كان زمان الازمه انتهت. اسم الله عليك، انا انضميت لجمعيه المخزنين يا اخويا. تعالي يا بنتي يا حبيبتي، تعالي اعمل لك رز عندي يا. سيبي البنت في حالها يا حماتي، خليها تطلع فاهمه الدنيا من صغرها. قصدك ايه بالكلام ده؟ يعني ان انا ما بفهمش؟ انا ما قلتش كده يا حماتي. هو انت خليت حاجه في الدنيا ما قلتهاش؟ لكن اصل انا العايبه اللي بعت بيتك تاني. شوفي مين يا سوسن. حاضر يا ماما. يا ست والدتك هنا يا شاطره. مين يا سوسن؟ واحد بيسأل عنك يا ماما. واحد مين؟ انا يا استهانم بتاع الرز. مين؟ حكشه؟ تعالى يا ابني، ده البيت منفض وفاضي. ما انا برضو عامل حساب كده، حتى كنت جايب طلبيه للناس هنا وقلت اما افوت يمكن يكون لزمكم حاجه. ايوه عاوزين رز يا عم حكش. في الخدمه يا هانم، بس البيه يؤمر. بكام؟ ده ما تكلميه عليا. كم ايه وبتاع ايه؟ ما تشوف العيال متشوقين عليه ازاي. ارجوكي مالكيش دعوه انت بالعيال يا حماتي، مالكيش دعوه بحاجه خالص. نعم يا سي حكش. طلباتك يا بيه. قلت لك بكام؟ اللي تحسبه يا بيه مفيش فارق. يعني بكام؟ زي بعض يا بيه، عشان خاطرك ب6. بكام؟ ما تزعليش يا استهاني، ما تزعليش، نخليه ب5.5. 5.5؟ يا ضلاليه يا نور يا الله الله. طب يا استهاني ما تزعليش، بلاش ب5.5، خليه ب5 بس. عيني يا عيني، بقى ب5 دلوقتي. كمان مش عاجب يا استهاني؟ اظن كويس ب5 خالص، واسالي بره شوفي غيرنا بيبيعوا بكام. انا مالي ومال غيركم، انا في نفسي اللي خدت منكم ب6. انت مش بعتلي ب6 يا جدع انت؟ اصله كان يومها ب6 يا استهاني، ودلوقتي ايه اللي خلاه ب5؟ جمعيه المضربين اللي مش عاجباك. اصل السوق بيعلى ويوطى يا استهاني. بيعلى ويوطى ولا اخلاقكم هي اللي بتعلى وتوطى؟ الله عيب يا استهاني، ما انا يعني دي جزاتي برضه جاي لكم لحد البيت. ايه رايك يا صفوه؟ ايه عليه؟ بيقولك ب5 اهو. واجيبه لغايه عتبه الباب. طب روح هات لنا 10 كيلو حمامه يا استهاني، في دقيقه اكون هنا. ولا نعمين يا سعاده البيه. والنبي تخليه يجيب لنا الرز يا بابا. انا هقول له جيب رز يا ست سوسن، لكن 2 كيلو بس وبالتسعيره يا كمان. بال ويعملوا ايه بس ال2 كيلو يا صفوه؟ كيلو النهارده وكيلو بكره وبالتسعيره. عجايب، بقى انا شارياه ب6 وانت مش عاجبك ب5. وليه هدفع 17 مليون زياده؟ انت ناسيه اني عضو في جمعيه المضربين؟ يا دي الجمعيه اللي هتنشف رق العيال. يا اخويا خلي الولاد ياكلوا بلا جمعيه بلا هم. الولاد فاهمين انا بعمل ايه، حتى سوسن الصغيره، مش كده يا سوسن؟ كده يا بابا. وادي 10 ايام خلوه ب5 بعد 7، وجاي التاجر يدلل عليه ويقول يا اللي عايزين رز. اتفضل يا سي حكش، هات اللي قلت لك عليه يلا. احنا مش اتفقنا على 5 بقى يا بيه؟ والله بكره تدور عليه ما تلاقيه في البلد. ليه يا شيخ؟ دوروا انتوا اللي هيطلعكم من ورطتكم. هو انا مش فاهم ايه اللي جابك لحد هنا يا ولا؟ بقى كمان اللي بيخدمك؟ لا يا حماتي ده ما بيخدمنيش، دي مخازن وبارت عليهم، عاوزين يوزعوها ومش عارفين. ايه؟ لو في ازمه بصحيح ما كانوش التجار تجي لهم عربيه سكه حديد بحالها وتتفرغ على المحطه وما تلاقيش اللي يشيلها، مش كده يا حكشه؟ ما خلاص بقى يا بيه. عربيه سكه حديد؟ اما انت فاكره ايه يا حماتي؟ الرز بقاله 6 ايام متلتل على رصيف المحطه، والنبي. لكن ياخدوه التجار يعملوا بيه ايه؟ مش لما يصرفوا اللي عندهم الاول؟ الو مين؟ سعاد؟ اهلا اهلا يا حبيبتي. ايوه هنا واقف جنبي اهو. بتقولي ايه يا سعاد؟ والنبي صحيح 8000 شكاره؟ حاضر حاضر، في دقيقه واحده يكون هناك. ميرسي ميرسي يا حبيبتي قوي، مع السلامه يا سعاد. ايه الحكايه؟ 8000 شكاره ايه دول؟ رز يا صفوه، إيه؟ ظبطوهم عند واحد تاجر اسمه خفاجه. خفاجه؟ هنسود يا اختي هو ماله اتخض وطلع يجري كده ليه؟ لازم المعلم بتاعه اللي انظبط.